ومفيش مدرعات وقفت كل اللي قاعدين. بطل ابن صبح مع كلمة مرشحنا مين يا جماعة؟ الصوت عالي يا جماعة. مرشحنا مين؟ مين؟ مع كلمة النائب محمود منصور. بسم الله الرحمن الرحيم. هبدأ بداية مختلفة. هقول لكل المغردين بكم تقدر رجل من هؤلاء الرجال. والله لو دفعت الملايين بل المليارات في رجل واحد لن تستطيع ان تجبر هذا او ذاك على الوقوف بجانبك. هذا من فضل الله. حب الناس ديت اقسم بالله ثمنه ان الواحد يفضل العمر كله خادم لاي واحد فيهم. ثمن اي راجل في دولة. الرئيس السيسي بيقول انتوا عليا. لا انا بقول لكم اقسم بالله انتوا بدي عيني من جوه. انتوا قلبي. انتوا اللي وقفتوا معايا وقفتوا معايا من 2007 دلوقتي. انتوا اللي شفتوا الظلم. انتوا اللي وقفتوا ورايا. انتوا اللي خليتوني اعترض عن الرئاسه دي. بحبكم بحبكم اللي شفته في بلادكم اللي شفته في بلادي. لا مش محمود منصور. لا ده اخوكم مثلكم. انا معلش كنت ده بدايه فعاليه. انا ما تعودتش على كده وانتوا عارفين. لكن اللي يقول على واحد فيكم كلمه تطير قبالكم. اللي يقول عليكم كلمه انتوا اشرف ناس قابلتهم. انتوا احسن ناس قابلتهم. انتوا كلكم اقسم بالله تاج فوق راسي. انتوا تاج فوق راسي. ربنا يخليكم ليه. نسيت ارحب برئيسي الشاب المحترم اللي بفخر بان انا انضميت للحزب ده. حزب الشباب النقي النظيف. الاستاذ محمد بدران والاستاذ محمود عبد الغني والاستاذ مصطفى اخويا وحبيبي والاستاذ ابراهيم والعمده عفت والاستاذ احمد وعمده البلد عم اسمت الراجل المحترم الاستاذ عارف الاستاذ سيد النجوي الشيخ جزال المدام اللي ما بتحلاش القعده الا بتصنا الحلم. الحريم ده هو النص الحلو بتاعنا اللي بيغير اي مكان يقعد فيه. انتوا اللي نجحتوا السيسي وان شاء الله باذن الله برجالتنا المحترمين وبكم هننجح من اول مره. الناس اللي بيقعدوا يشككوا ان شاء الله المجموعه اللي موجوده معايا دي الرجاله المحترمه دي لو وقفت ورا مرشح هينجح من اول مره. وان شاء الله بكم يا محترمين يا جميلين يا قلبي يا روحي يا عقلي يا اسيادي يا اسيادي هتنجحونا باول مره ان شاء الله. نفرض يا منصور انت نائب المقهور. 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 نفرض يا منصور انت نائب المقهور.
انت راجل محترم، اقسم بربي انت راجل محترم، والنهارده بالذات زاد حبك لكل الناس دي. انا عن نفسي جاي ومعاك 75%. اقسم بربي احترامك للناس اللي انا شايفه دلوقتي ومش مجامله، وانا شايف عينيك انها ما بتجاملش، مجرد ما قلت اسيادي انت اخونا الكبير وسيد العقرب خادمهم، سيد القومه خادمهم، عليا الطلاق انت راجل محترم. بسم الله الرحمن الرحيم. احييكم من هنا جامعه الحاج محمود منصور ومجد الاكاديميه. انا عايز اقول له، وطبعا اتكلم كلام حلو، كلام جميل، ما اقدرش اقول حاجه عنه. وطبعا هم بيسالوني منين يا بلدينا؟ انا من قريه في احسن مدينه، عايشه دايما في قلوبنا، صورتها دايما في قلبنا، بلد الناس الطيبين، بلد النصارى والمسلمين. شوفوا الحاج محمود بيمشي مع ابونا والمعلم نهونا، وشوفوا الحاج فتحبه مع ابنه بيمشي مع محمد ومدينه. دي اصول ثابته فينا. انا من بلد بتسمع فيها اذان، تسمع بقى انجيل، تسمع بقى قران. عرفتوا منين يا بلدينا؟ من زوجة الرحمن الكريم. وبنشكر طبعا الامن والناس اللي شرفتنا بالنيابه عن الحاج محمود منصور. وشكرا. على فكره اقسم بالله البدايه اللي انا بداتها ولا حضرتها ده هي طلعت من قلبي. اعلى يا حسين، اعلى وعنده ورود. كلامك ده اظن كده وصلت الرساله، لان النهارده جالي كام تليفون هم اللي خلوني اوصل لهم الرساله دي. طبعا شفنا الامل من خلال الاستاذ محمد بدران اللي في كل المؤتمرات قعدت اقول لهم ان رئيس الحزب اللي انا باشرف بالانتماء له هو شاب في العشرينات من عمره. انتوا شفتوه على الطبيعه وشفتوا كلامه وقد ايه كله امل، وقد ايه الحزب معتمد على الشباب. والراجل اتكلم باحترام نفس الكلام اللي انا قلته، ان لازم عنصر الخبره يكون جنب الشاب علشان ما يجيبش في قراراته نتائج عكسيه تضره وتضر البلد. انا بدعوكم جميعا بالانضمام للحزب ده، لان انا بتحدى في الحزب بقول لهم ان شاء الله هيبقى اكبر جمعيه عموميه للحزب على مستوى الجمهوريه هيبقى في مركز القبول ان شاء الله. لا، على مستوى الجمهوريه انا بقولها وعارف. وبطلب من رئيسي الاستاذ محمد بدران، بقول له عاوزين ندشن الحزب في مركز القبول على الاقل 12 مقر للحزب في كل وحده محليه حزب، مقر للحزب ان شاء الله. برضه رئيس الحزب عدل اللي انا كنت بقوله في المؤتمرات، ان اهم مشكله وخطه الحزب وبرنامجه منصب على ايه؟ على الشباب. مش ده اللي كنت بقوله؟ على الشباب، كيفيه حل مشاكل الشباب، وعلى راسها البطاله، لانها قنبله موجوده من الممكن تنفجر فينا في اي وقت. والحزب بيضم في عضويته 150,000 شاب، من ضمنهم انتوا بيعانوا من نفس المشاكل اللي بتعانوا منها. نفس المشاكل اللي بتعانوا منها اعضاء الحزب بالكامل بيعانوا منها. عشان كده الحزب عمل خطه طموحه لكيفيه حل المشكله دي.
وبرضه اتفقنا في الحزب ان ما نعملش مؤتمرات كتيره. لازم نعمل مسيرات ونلف في القرى والنجوع والعزب علشان نشوف ايه المشاكل اللي بتقابل القرى واهالي القرى، علشان لما نيجي ان شاء الله بعد ربنا سبحانه وتعالى ونقفوا جنبنا ونخش المكان ده ما نقعدش لسه نفكر نعمل ايه. نكون داخلين باجندتنا جاهزه. علشان كده لفيت في كل قريه من قرى الدايره وشفت بعيني عشان مفيش حد يقول لي كلام ممكن يكون صح ولا لا. شفت بعيني مشاكل الصرف الصحي اللي بيعاني منها كل قريه من قرى مركز البابور والعزب. شفت بعيني البيوت اللي عايمه على المياه الجوفيه. شفت بعيني الناس اللي سابت بيوتها واجرت شقق عشان مش عارفه تعيش في بيوتها. شفت بعيني مستوى الرديء اللي وصلت ليه الصحه في مركز البابور والمستشفيات ورقائتها ومفيش فيها اي خدمه تذكر. شفت بعيني مستشفى البابور، المستشفى الفندقيه العملاقه وللاسف ما فيهاش امكانيات بشريه تنهض بيها. شفت بعيني التكدس في الفصول، فصول المدرسه. شفت بعيني مشكله ذوي الاحتياجات الخاصه اللي موجوده. شفت بعيني كمل ابو بسام. شفت بعيني حاجه استعجب منها قوي. عزب ما دخلهاش الكهرباء لغايه دلوقتي. في عزب عندنا في مركز البابور لسه ما فيهاش كهرباء. حد يصدق؟ شفتوا الميزه في ان الواحد يلف في الانتخابات ويشوف في لغايه دلوقتي اكثر من 12 قريه على مستوى مركز البابور محرومه من الصرف الصحي، على الرغم من ان الصرف الصحي بتاع بلاد تانيه مارر من وسط البلد ومحرومه منه. وانا لو قلت بيت عفيف هقول الجداميه، هقول بهلاي، هقول كفر الطوار، كفر محمود، هقول كل هتعمل غلط. عزبة علم على دماغي. البابور بلدنا، مدينة البابور بلدنا كلنا اللي بنتابع بيها. كفر سجال في الجديد، كفر سجال في القديم، بهلاي، فيشة، ابو سبيطة، اسطنها، ثم الطبع، اسم ثم الطبع، شبرا زنجة وكفر شبرا زنجة، مثل الوسطى يا حاج، الاصلاح، مثل الوسطى، مثل البيضة، حبشيش، تنبان، وشرف، مسجد القطر. حبيبة قلب كفر البابور. منواهلة وكفر منواهلة والنطرشة والمنشية والمقاطع. الجزيرة، أسريجة. المجالس اللي احنا كنا محرومين منها ومحرومين من اهلها اللي انضموا لنا في الدايره دي. مشير. صدق بلدنا وبلدنا كلنا اللي جيتوا النهارده وشرفتوها وشرفتوني وطولتوا رقبتي. المرامة، كفر صدق، العطف، الأرانين، كفر الأرانين، كفر الغنمية، وعزبة القصاصين وعزبة النجارين والخاص. والله العظيم مجرد نخش المكان ده ان ربنا يسهل في خلال سنه المشاريع المفتوحه كلها تكون خلصانه والبلاد المحرومه هنكون ان شاء الله ادرجناها في الخطه باذن الله.
تلوانه فيشه بقول لحضرتك احنا جايين نحاول الاستاذ محمود منصور 48 قوي امال انت نسينا ليه يا ريس المنشاه؟ بعناي عم ده منشيه قصد الفلفل على الداخل واحده وطنيه تعالى يا عم تعالى وعمي جميل شهيد بعناي قريه بشرف الله وقرها ورفع من شارعها وأحاطها بماء النيل وتسمع وتسمى بعناي مركز الفضول المنوفيه والحاج حسن ابو العدل وعمده البلد وعم سيد الدجوي القضاء وادبه. احنا بنحيي الاستاذ محمود منصور الرجل الذي اذا جلس في مجلس اذانه واحلاه وانما يتحدث معنا يصب الشهد من بين شفتيه. والله مهما مضى الوقت والحين بعد الحين ولو تحركت الاهرامات من مكانها المتين لم نلقى عضو مثل هذا العضو على طول السنين. الاستاذ محمود منصور وعمي صبري الورداني بعناي وادب بعناي كل رجاله الحاج صبري الورداني بيحيوك يا استاذ محمود والله يوفقك وربنا ينصرك ان شاء الله. حزب العرب وحزب الترماوي مسجد الفقر بتاع والله في الكوره يا جماعه. حتى الصرف الصحي اللي اتعمل فيها اهلها ردموه بعد ما اشتغلوا فيه لان سابوهم من كام سنه ومفيش اي حاجه اتعملت. فاحنا كلنا عارفين كل مشكله في كل قريه ورفعناها للحزب علشان ما نبداش من اول وجديد تاني، لا نبدا من كده على طول اول ما نخش ان شاء الله باذن الله. بس انت بقى لما اخواتي وحبايبي وعمامي وبكرهها مره ثانيه واسيادي المحترمين دول يقفوا معانا لغايه ما يدخلوا المكان ده، احنا علينا 24 ساعه مش هيبقى فيها نوم عشان نعوضكم ونحقق جزء من احلامكم وطموحاتكم انتم واولادكم. يا حاج محمود بعد اذنك انا اول واحد في المؤتمر بعلن انضمامي لحزب مستقبل وطن وشيء يشرف حزب الاصلاح وكومنطبع شبرا زنجه حزب كومنطبع البلاد المجاوره لنا جمعنا 250 بطاقه بنعلنها للحاج محمود منصور ان احنا هننضم للحزب مستقبل وطن. احنا شباب بننضم لحزب مستقبل وطن بقياده محمود منصور رمز الكتاب وشكرا. السيسي وافق عليك والمحافظ وافق عليك ونعيشنا بكره هتنجح وننصب الصيام ونرقص فيه ونغني ونقول لك الف مبارك عدت بر الامان. طالما مصر يا جماعه مش عارفين نشتغل الناس اللي على المسرح بعد يا جماعه الكهرباء فصلت على المنصه بعد اسبوع.